هاخدكوا بقى معايا النهاردة في مكان مش عادي، مكان كله راحة وسكينة. أول ما تدخله تحس إن قلبك بيهدى لوحده. مسجد ومقام الإمام الشافعي، واحد من أقدم وأجمل الأماكن الروحانية في مصر. هنا بتحس إن الدنيا كلها بتقف شوية وتفضل مع نفسك ومع ربنا بس. تفاصيل المكان، الهيبة والسكينة اللي مالية الجو، بجد حاجة في منتهى الجمال وروحانية. بجد تجربة لازم تتحس مش بس تتشاف. يلا بينا بقى نسيب دوشة الدنيا شوية ونروح مكان كله راحة نفسية. مسجد ومقام الإمام الشافعي. هنا الهدوء ليه طعم تاني خالص، والراحة النفسية كمان. لو نفسك تهدى شوية وتفصل من زحمة الدنيا، تعال المكان هنا. فعلا في أماكن بتدخلها برجلك وأماكن بتلمس قلبك من أول لحظة. مش كل الراحة بتيجي من النوم، في راحة بتيجي من أماكن فيها سكون وطمأنينة، زي مسجد ومقام الإمام الشافعي. المكان ده مش مجرد مسجد ومقام، ده حتة من الطمأنينة اللي كل واحد فينا محتاجها. هنا بتحس إن الدعاء ليه طعم مختلف، وإن قلبك بيهدى حتى من غير ما تحكي. يمكن ما ندخلش من المكان غير دقيقة، بس الدقيقة دي كفيلة تسيب جواك آثار كبيرة، تهون عليك حاجات كتيرة، وتفكرك إن ربنا دايما قريب وسامعك. لو حسيت بالراحة دي زي كده، ما تنسانيش تدعي لنفسك ولكل اللي بتحبهم، وسيب قلبك يرجع تاني للحاجات اللي بتطمنك. سيبنا المكان بس الإحساس الحلو لسه جوانا. ربنا